اخواتي الزملكاويه، كلامي عن ماتش الزمالك وسيراميكا واداء الزمالك الاسوأ وسكواد الزمالك الاقل بين انديه الدوري. الحقيقه يا جماعه ان اداء الزمالك كل ماتش نفس كل حاجه بالتفاصيل. احنا قاعدين بنتفرج على الزمالك بيبدأ بأول الأهداف ويتراجع تماما طوال الشوط، وبنبقى قاعدين منتظرين هدف التعادل يجي. كل حاجة في موسم الزمالك ده كلها سيئة وغلط. الزمالك الموسم ده اتدرب تحت 4 مدربين، جوميز وجروس وبيسيرو وحاليا كابتن أيمن الرمادي. فالزمالك أداؤه سيء جدا، وسكواد الزمالك الأقل بين أندية الدوري. تعال بص على البنك الأهلي، تعال شوف بيراميدز. يعني بين أندية الدوري الزمالك أقل سكواد. فلازم قبل المدربين الزمالك يحسن من السكواد أكتر من كده. كابتن أيمن الرمادي بعد ماتش سيراميكا طلع وقال الفريق النهاردة بيمر بظروف صعبة ومحتاج شغل كتير. فلازم إدارة الزمالك تحس بكده إن السكواد وحش قبل المدربين. في لقطة أنا محدش خد باله منها ولا حد مهتم بيها، تيشيرت محمد صبحي في الماتش. طبعا كلنا عارفين إن الزمالك أنهى الشراكة مع تيمبو الموسم اللي فات وجاب شريك جديد اللي هو زاد القطري، لكن محمد صبحي كان لابس تيشيرت من شركة تيمبو بتاع الموسم اللي فات، ودي لقطة وحشة جدا في حق الإدارة، وحشة جدا بحجمك كنادي الزمالك. وديت حاجة ان لبس الفرقة من أعمدة نجاح الفريق. ازاي انت تكون متعاقد مع شركة وتلبس من شركة تانية؟ وانا شايف يا جماعة ان تيمبو كانت احسن من زاد، لان زاد مش بتوفر التيشيرتات للعيبة ومش بتوفر الاطقم للجهاز الفني ومش مهتمية بتفاصيل الفريق، لكن تيمبو كانت مهتمية بكل حاجة بتفاصيل تيشيرتات اللعيبة وبأطقم الجهاز الفني. في النهاية لازم إدارة الزمالك تحسن من سكواد الزمالك عن كده، لأن أنت الأقل سكوادا مع بين أندية الدوري، ونتمنى يحقق استقرار للفريق. بس يا جماعة أتمنى الناس تعمل اشتراك بالقناة وفولو، وإن شاء الله اللي جاي أحسن. شكرا يا حبايبي.